السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين الصحراء ورمالها الصفراء، وكمان عارفين ان مصر مميزة بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية. لكن هل تعرفوا ان مصر فيها صحراء بيضاء وصحراء سوداء؟ ده هيكون موضوعنا النهاردة. معاكم دكتورة غادة عليوة وحلقة جديدة من برنامجكم بتعلم من ابني. مصر ربنا مكرمها ومميزها بكتير من الخيرات وكتير من المظاهر الطبيعية الخلابة في البر والبحر. النهاردة هتكلم بس عن البر. الصحراء بس مش مجرد رمل أصفر وجبال، الصحراء عندنا مليانة بالعجايب ومظاهر الجمال، زي مثلا عندنا في الصحراء الشرقية مميزة برمالها الذهبية، وفيها سلسلة جبال البحر الأحمر اللي بتمتد على طول البحر الأحمر. وعندنا شبه جزيرة سيناء بقى مميزة جدا برمالها الذهبية وجبالها الشاهقة، زي جبل سانت كاترين اللي من كتر ارتفاعه في الشتاء بيتغطى قمته بالتلج، وبيزوروا الناس من كل مكان في العالم. كمان عندنا جبل الطور اللي ربنا كلم من عنده سيدنا موسى، وطبعا الناس بيجوا يشوفوه من كل أنحاء العالم. كمان عندنا الصحراء الغربية، دي أكبر صحراء في مصر، ودي بقى مليانة عجايب كتير، زي فيها منخفضات رملية وكثبان رملية اللي هي عبارة عن تجمعات كبيرة من الرمال، زي بحر الرمال الأعظم أو بحر الرمال العظيم زي ما بيقولوا. والصحراء البيضاء والصحراء السوداء. وكمان الصحراء الغربية فيها الواحات، زي واحة سيوة وواحة الفرافرة، الواحة الداخلة والخارجة، واحة باريس. والواحات دي بقى لوحدها آيات من الجمال، لأن فيها آبار وعيون ومحاطة بالنخل والزرع في منظر خلاب رائع. ولو هنتكلم عن كل واحة هنحتاج لحلقة لوحدها. كمان عندنا الصحراء الغربية فيها وادي الحيتان، تخيلوا عظام حيتان ضخمة مدفونة في رمال الصحراء، وبيقال إن الصحراء كانت أصلها محيط، وعلى مر العصور أصابوا الجفاف وتحول لصحراء. نرجع بقى للصحراء البيضاء والصحراء السوداء اللي أول مرة أسمع عنهم من ابني، وكالعادة رحت بحثت وعرفت عنهم معلومات خطيرة. الصحراء البيضاء بقى اسمها كده لأن فعليا بيغطيها اللون الأبيض، وده بسبب ترسب طبقات من الطباشير الأبيض على سطحها. كمان فيها تكونات شبه عواميد الطباشير، لونها أبيض كريستالي، تكونت بفعل الرياح. كمان فيها جبال رائعة زي جبل الكريستالي اللي بيتكون من صخور وتكونات كريستالية فريدة. وكمان فيها عيون مياه وسط الصخور البيضاء، ومجموعة من المقابر والكهوف النادرة. عشان كده الصحراء البيضاء، واللي هي موجودة قرب واحة الفرافرة، تعتبر متحف مفتوح لدراسة المظاهر التضاريسية والحفريات والحياة البرية. وبنقول هنا الحياة البرية لأن الصحراء البيضاء تعتبر محمية طبيعية لبعض الحيوانات المهددة بالانقراض، زي الغزال المصري والغزال الأبيض والكبش القروي. وبعد الصحراء البيضاء بفترة كده واحنا ماشيين في الصحراء الغربية، هنلاقي الصحراء السوداء، بس هي بقى تبع الواحات البحرية، واسمها الصحراء السوداء لأن جبالها وتلالها ورمالها بتغطيها طبقة من مسحوق أسود جاي من التلال البركانية اللي موجودة على أطراف الصحراء. والجبال دي صارت من ملايين السنين، وخرجت المادة السوداء دي البركانية واسمها الجاسبر. وفيها جبال سوداء، وأعلى واحد فيهم اسمه الجبل الإنجليزي. وبكل مظاهر الجمال والمناظر الخلابة دي، بقت الصحراء البيضاء والصحراء السوداء مقصد سياحي للمصريين والأجانب هواة السفاري والتخييم. ياريت بجد كلنا نروح نشوف جمال بلدنا مصر ونتمتع باللي السياح بيجوا من كل دول العالم علشان يشوفوه. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش معادنا كل خميس الساعة 8 مساء وبرنامجكم بتعلم من ابني. ابعتولي المعلومات اللي بتعرفوها من ولادكم على رسائل الصفحة باسم غادة عليوة، أو حتى في التعليقات. كان معاكم دكتورة غادة عليوة، مع السلامة.